وقفت قدام شباك أوضة الليفينج واستنيت. وأخيرا عربية جمع النفايات وقفت قدام بيتي. راجل مليان لابس فيست برتقاني نط منها، تف على الرصيف، وبعدين شال كونتينر النفايات بتاعي، الكونتينر اللي فيه حامل الملابس المكسور، وفضاه في الفتحة اللي في ظهر العربية تحت المكبس. أخيرا. وبعدين رجع الكونتينر الألمونيوم مكانه على الرصيف تاني واتسلق جنب العربية. الراحة اللي حسيت بيها اتبخرت. جوه الكونتينر كان في حاجة لسه موجودة، حتة خشب طولها حوالي نص متر. خرجت من بيتي جري وانا بنادي على العربية اللي كانت ابتدت تتحرك. العربية فرملت فجأة. رسمت ابتسامة على شفايفي ومشيت لحد ما وصلت للكونتينر. خدت منه حتة الخشب ورميتها في الفتحة اللي في ظهر العربية. الراجل اللي لابس الفيست البرتقاني بصلي بدون أي اهتمام، والعربية واخدة طريقها عشان تقف قدام البيت اللي جنبي. المكبس اشتغل وسمعت صوت الكرانش الجميل. باي باي حامل الملابس. حسيت بالراحة زي ما يكون الحامل كان هم على صدري وانزاح. وأنا بتمشى عشان أرجع بيتي قفشت نفسي وأنا ببتسم. كنت حاسس بالسعادة. حطيت إيدي على مقبض الباب. لحظتها حسيت بألم حاد سمع في دراعي كله. إيديا اتحركت لورا بسرعة زي ما كنت اتعرضت لصدمة كهربائية. عضيت على شفايفي وأنا ببص على كف إيدي. كان في شظية خشب رفيعة طولها حوالي 2 سنتي مغروزة ما بين السبابة والإبهام. خدت نفسي، مسكت الشظية بإيدي التانية وسحبتها بسرعة، رميتها ورا ظهري وبعدين دخلت بيتي. لما قفلت الباب الأكرة اتلطخت بلون أحمر. بصيت على إيدي تاني، كان في خط دم نازل من مكان الجرح وواصل لطرف صباعي الإبهام. لفيت إيدي التانية حوالين الجرح واتجهت للمطبخ. شنطة الإسعافات الأولية كانت فوق التلاجة. بعد ما لفيت إيدي سندت ظهري على التلاجة وأنا بفكر في مودي اللي اتغير في لحظة. لا، واتغير بسبب إيه؟ مجرد شظية خشب. فكرة تانية خطرت على بالي. جزء مني، الجزء القلوق المرتاب، كان عاوزني أرجع تاني وأدور على شظية الخشب وأخدها بره حدود المدينة وأحرقها. في الحقيقة أنا محرج وأنا بعترف إني قعدت دقيقتين كاملين بحارب رغبتي في إني أعمل كده. في الآخر فكرت نفسي إن ده مجرد حامل ملابس، مش أكتر ولا أقل. عامة أنا حسيت إني مرتاح جدا بعد ما ركبت نظام الحماية الجديد، جهاز إنذار على كل باب وشباك، وفوق كل ده دورت في كل ركن في البيت عشان أتأكد إن مفيش حد مستخبي. أيوة، الواحد لازم يبقى حريص جدا بعد اللي حصل. رغم كل شيء لغاية دلوقت عقلي مش قادر يستوعب ليه شخص معين يضيع وقت ويبذل مجهود عشان يدخل بيتي ويحط حامل ملابس في ركن البدروم بتاعي من غير ما يسرق أي حاجة، من غير حتى ما يحرك أي حاجة من مكانها. الموضوع ده كان محشور في دماغي زي ما حبة الفشار الغلسة بتتحشر بين الأسنان. خدت شفطة من قهوتي السودا المرة وأنا قاعد على ترابيزة المطبخ وقدامي اللابتوب بتاعي. طبعا دلوقتي بفضل الوباء الشغل بقى بيتعمل من البيت. في الحقيقة ما كنتش متضايق عشان أنا بطبعي كائن بيتوتي. دخلت في حالة التركيز الرهيبة المرتبطة بالشغل. كتبت سطر ورا سطر من الكود لحد ما التليفون بتاعي زن على خشب الترابيزة. رقم معرفوش. مديت ايدي وبعدين اتجمدت. شيء جوايا ما كانش عاوزني ارد، كان عاوزني اعمل حظر للرقم. هزيت راسي واتجاهلت الشعور الغريب ورديت: رامز. ما كنتش قادر احدد اذا كان الصوت اللي على الناحية التانية
بيسألني ولا بيناديني؟ أيوة معاك يا فندم. أنا بكلمك بخصوص الرسالة اللي لقيتها على عتبة بيتك. كان تقريبا صوت شاب في أول العشرينات من عمره. أوكي، أنا اللي سبت لك الرسالة دي. ما ردتش عليه عشان بكل بساطة معرفتش أرد أقول إيه. بص، أنا عارف إن الموضوع غريب، أنا بالذات دونا عن كل الناس عارف قد إيه الموضوع غريب. الفكرة من ورا الرسالة إنك تفهم اللي بيحصل، إنك تاخد الموضوع بجد. أنت معايا؟ أنت فاهم أنا بتكلم عن إيه؟ ما ردتش عليه، اتنهد وبعدين كمل. أنا عارف إن أنت فاكرني مجنون، وأنا فعلا ممكن أكون مجنون. كل اللي أنا محتاجه إني أتكلم معاك وجها لوجه، لمجرد بس ما تتصلش بالرقم ده تاني. أنهيت المكالمة وحطيت التليفون جنبي، سندت ظهري على الكرسي وربعت إيديا. لما بفتكر اللي حصل بندم على طريقتي الباردة، بس عشان أدافع عن نفسي أنا كنت داخل على 40. شفت اللي يكفيني من الألم اللي بتسببه الحياة اللي عايشينها لما بتدوس بجزمتها على رقبتهم. سمعت تبريرات الفشل والقصص اللي بيخترعوها. ما كنتش ناوي أورط نفسي في مأساة ملهاش أي معنى بالنسبة لي. قلبي فوت دقة لما سمعت صوت الباب. وقفت، ضميت قبضتي ورحت فتحت. شفت قدامي شاب طويل لابس قميص أبيض وبنطلون جينز أسود. بص، أنا آسف جدا على إلحاحي. أنا على طول اتعرفت على الصوت اللي كان بيكلمني من لحظات في التليفون. استغربت جدا من شكله. قبل ما افتح الباب كنت متخيله كائن لزج باين على وشه المتوتر علامات المرض النفسي. شخص ما بيخرجش من اوضته، ما بيقومش من قدام الانترنت. بس الشاب اللي كان واقف قدامي كان شبه نجوم السينما، فايبز هاني سلامة في فيلم المصير. عامة أنا كنت لسه مش لاقي كلام أقوله، شكلي تعديت من يونس. بص لتحت، شال رجليه وشاط بيها الأرض بحركة بتدل على توتره، وبعدين بصلي. أنا محتاج بس 5 دقايق من وقتك، هوضح لك كل حاجة وبعدين همشي ومش هتشوفني تاني. عينيه كان ماليها الصدق. سنين من العذاب كانت مستخبية ورا الابتسامة اليأسة المرسومة على شفايفه. بصيت حواليا، كان في ناس من جيراننا بيتمشوا في الشارع، وفي ناس منهم كانوا بيبصوا علينا باهتمام. رديت عليه بنبرة ماليها الشك. أوكي، ما عنديش مانع. بص حواليه وبعدين اتكلم. مش هينفع نتكلم هنا، ممكن نتمشى مع بعض شوية لو الموضوع ده مناسب بالنسبة لك. طبعا بعتبر نفسي بعرف أحكم كويس على شخصيات الناس، والشاب ده ما فيش أي خطر منه. كان قلقان، وأنا دلوقتي فضولي بقى هو اللي سايقني. شمس مستخبية ورا السحاب، الرمادي بينزف لونه على الموجودات. اتمشينا في الشارع واحنا ساكتين، مسافة متر بتفصل ما بينا، صوت خطوات رجلينا بترن على الخرسانة. بص حوالي تاني، كنا بعدنا حوالي 4 بيوت عن بيتي. بص قدامه وحط ايديه في جيوبه واتكلم. أول حاجة، أنا عاوز أعتذر لك. أنا فعلا مش عارف ألاقي الطريقة اللي أتكلم بيها في موضوع زي ده، وطبعا آسف جدا على جو الغموض. ضميت شفايفي ومطيتهم لقدام من غير ما أرد. تاني حاجة، أنا مش متوقع إنك تصدقني. أنا نفسي لو ما كنتش شفت الموضوع بعناية ما كنتش صدقته.
بص لفوق على السحاب وضيق عينيه. السما كانت ابتدت تمطر، نقط خفية ما بتتشافش بس بتتحس، شكات إبر رفيعة متلجة على الجلد. ما بقيتش عارف، احتمال أكون مجنون، بس اللي أنا متأكد منه إن والدي هو اللي كان مجنون، أو على الأقل هو ده اللي افتكرناه لحد سكت شوية وسرح، وبعدين مرر صوابعه في شعره اللي بلون الفحم. عامة خليني ما بعدش عن اللي أنا جاي أكلمك فيه. على الأقل خد الموضوع جد أول أسبوعين وشوف إيه اللي هيحصل. لو ما فيش حاجة حصلت يبقى فشتك أي كلام. لحد اللحظة دي ما كنتش عارف أرد أقول إيه. كنت مصدق إنه مصدق اللي هو بيقوله، بس ده ما كانش كفاية بالنسبة لي عشان أغير الطريقة اللي بشوف بيها العالم، عشان أصدق إن حامل ملابس ممكن تدب فيه الروح. كل اللي تقدر تعمله إنك تلاقي طرق عشان تبطئه. اعزم ناس عنك على قد ما تقدر، حاول تلاقي طرق عشان توقفه من غير ما تكسر القواعد. أنا عارف إن إحنا في وباء دلوقتي، بس ده ما يمنعش إنك تعزم غربة في بيتك، اديلهم اوض من غير ما تدفعهم إيجار. الموضوع ده على الأقل هيوفر لك وقت زيادة. سألته بطريقة مباشرة فاجئتني أنا شخصيا، هو مين اللي عايش في بيت والدك دلوقتي؟ مش عارف. إيه؟ مش عارف؟ هز كتافه. أنا مرحتش هناك من وقتها. تاني سكت وسرح، وبعدين بص حواليه زي ما يكون الكلام موجود في مكان قريب. شكله هو كمان اتعدى من يونس، وبعدين غير الموضوع. أنا كبرت هنا، أنا وأختي كنا بنلعب في الحديقة العامة دي. وبعدين شاور بإيده على الحديقة العامة الناحية التانية من الشارع. حديقة عامة كلمة كبيرة قوي، على باركينج فيه شجرتين وبنش. بص، أهم حاجة إنك تاخد موضوع القواعد بجد. كنت لسه ما اقتنعتش، أصريت على سؤالي، أنت فعلا ما تعرفش مين اللي عايش في بيت والدك؟ هو أنت بعت البيت؟ وقف ولف عشان يواجهني. من فضلك ممكن تثق فيا؟ ما تحاولش تفهم اللي بيحصل. كل ما هتحاول تفكر في الموضوع بطريقة عقلانية الموضوع هيبقى أسوأ. اللي قاله زي ما يكون شعار جماعة دينية متطرفة من الجماعات اللي في الآخر أفرادها بينتحروا انتحار جماعي. تمام، انت معاك رقمي مش كده؟ هزت له راسي. لو أي حاجة حصلت أو لو عندك أي سؤال اتصل بيا، ما تترددش، اتصل بيا أي وقت حتى لو كانت الساعة 4 الفجر. أوكي. على فكرة أنا اسمي هاني. مش عارف ليه كنت هنفجر في الضحك، بس مسكت نفسي. شاور لي بإيديه واداني ظهره ومشي وسابني محتار أكتر من الأول. الأسوأ بقى إن في جزء مني ابتدى يحط احتمالية إن الكلام اللي قاله لي حقيقي. احتمالية مزعجة جدا لسبب بسيط، أنا تقريبا كسرت كل قاعدة من القواعد اللي في الرسالة. فيلم رعب كلاسيكي فاشل. أيا كان، الصدق اللي في كلامه كان مقلق جدا. في الوقت اللي رجعت فيه البيت الدنيا كانت ضلمت. كنت واقف قدام الباب بدور في جيبي على المفتاح لما سمعت صوت مألوف بينادي عليا، رامز. لفيت عشان أشوف يونس واقف على الرصيف اللي قدام بيتي. في الأول معرفتوش، كان لابس تيشيرت أزرق وحاطط قلم رصاص ورا ودانه وسلك هيدفون أزرق متعلق حوالين رقبته. واضح إن البني آدم ده بيعشق اللون الأزرق.
يونس. حط ايديه في وسطه وبعدين اتكلم. انت قابلت الشاب اللي انا كلمتك عنه، قابلته النهارده مش كده؟ هزت له راسي. يا ترى قال لك ايه؟ قال لي نفس الكلام اللي في الرسالة. يونس هز راسه كأنه بيقول أنا برضو توقعت كده. مسكين، دلوقتي بيتهيالي إنه مش هيزعجك تاني. أيوة، أنا بقول كده برضو. في اللحظة دي حساس الحركة في البيت اللي قدامي نور النور تاني. غريبة، يونس لف عشان يشوفني ببص على إيه. من خلال الشقوق اللي ما بين خشب سور الجنينة شفت سلويت شخص واقف. طبعا كان صعب جدا إن أتأكد من المسافة دي، بس زي ما يكون في حد واقف هناك بيراقبنا من خلال فتحات السور من غير ما يعمل أي حركة. بس الجنينة كانت مليانة كراكيب، ممكن يكون بيتهيألي. يونس لف وبصلي. أنا همشي بقى. وبعدين شد الهيدفونز عشان يحطهم في ودانه. سألته هو مين اللي عايش هناك دلوقتي؟ يونس اتجمد في مكانه ونزل الهيدفونز من ودانه. مش عارف. يعني هما ما باعوش البيت؟ لا ما يتهيأليش، لا. يعني البيت فاضي دلوقتي؟ بيتهيألي إني شفت شخص أو شخصين بيتحركوا جواه. طيب عمرك شفتهم بره البيت؟ يونس ميل راسه على جنب وهو بيحاول يفتكر. واضح إنه ما كانش مركز في الموضوع. ما يتهيأليش، بس أنا ذاكرتي زي ذاكرة السمك بالظبط. وبعدين ضحك وهز كتافه ومسك الهيدفونز عشان يحطهم في ودنه. وبعدين صحيح يا رامز. وشه نور. ممكن تساعدني؟ وبعدين سحب ورقة مهربدة من جيبه وابتدى يقرأ. بعد أن يضيء بضوء مبهر عندما يمر به التيار الكهربائي. وبعدين بصلي وعينيه ماليها الأمل. 7 حروف، أول حرف ت والأخير نون. النور اللي بره البيت طفى. نور تاني نور جوه البيت. الستاير على الشباك بينت ظل شخص بيتحرك في أوضة الليفينج. رامز؟ جاوبت عليه وعينيا متركزة على البيت اللي قدامي. تنجستين. يونس ابتدى يكتب الحروف بالقلم الرصاص. مظبوط فعلا. زي ما يكون كسب $1000. وبعدين بصلي. انت مالكش حل يا رامز. بصيت لي يونس. انا مبسوط جدا اني قدرت اساعدك. يلا سلام. وبعدين حط الهيدفونز في ودانه ومشي. وقفت مكاني وانا براقب البيت اللي قدامي. النور كان لسه منور جواه، بس ما كانش فيه اي حركة. لفيت وفتحت باب بيتي ودخلت. وقفت قدام شباك الليفينج. البيت بقى مضلم دلوقتي. اوكي. قفلت الستارة ودخلت المطبخ. ريحة البنزين والشعر المحروق رجعت تاني. الريحة كانت ضعيفة بس كانت موجودة بدون أي شك. نورت نور المطبخ وقعدت على الترابيزة. المطبخ غرق في نور أبيض ساطع. أنا عاوز أغير اللمبات دي بلمبات وورم. فكرة خطرت على بالي فجأة. هاني ابن جاري اللي مات مش هو اللي حط حامل الملابس في البدروم بتاعي؟ طبعا ممكن يكون هو اللي حطه، بس بعد ما اتكلمت معاه أنا حاسس إن الاحتمال ده بقى بعيد قوي. وطبعا
الفكرة دي خدتني للسؤال المرعب، يبقى مين اللي حط حامل الملابس في البدروم؟ يونس؟ ما يتهيأليش. احتمال يكون جار تاني، الشخص أو الأشخاص اللي عايشين في البيت اللي قدامي. صوت باب بيفتح قاطع أفكاري. لفيت راسي وبصيت من فوق كتافي. على الناحية التانية من الليفينج قدام المدخل باب البدروم كان مفتوح، فتحة صغيرة مبينة وراها خط رفيع من السواد. يا دي النيلة. طلعت الدور الأولاني، جبت المطوة الباترفلاي ونزلت بسرعة على تحت، كل خطوة أتقل من اللي قبلها. فتحت باب البدروم ونورت النور. أنا معايا سلاح، لو في حد موجود تحت اطلع السلم، خليني أشوفك دلوقتي. طبعا فشلت إني أخبي نبرة الخوف اللي في صوتي. صمت. خدت نفس عميق وابتديت أنزل السلم. كنت دايما بتريق على أبطال أفلام الرعب، البطل اللي بدل ما يهرب بيزنق نفسه زيادة زي ما أنا بعمل دلوقتي بالظبط. بس الغريب بقى إن ده كان أحسن اختيار بالنسبة لي. يعني يا إما كده يا إما أسيب البيت أو أحاول أنام وأنا عارف إن في احتمال كبير إن في حد مستخبي في البدروم. إيه؟ أتصل بالشرطة وأقول لهم إيه؟ إني لقيت حامل ملابس مش بتاعي؟ الشرطة ساعات ما بتهتمش ببلاغات العربيات المسروقة، هيهتموا ببلاغ عن قطعة أثاث مش في مكانها. نزلت السلم ووصلت للطرقة. الطرقة بقى شكلها مضلم أكتر من الأول. نورت النور، ضوء أصفر ملا المكان. غريبة، النور ما كانش شغال المرة اللي فاتت. اتحركت لقدام، ريحة الشعر المحروق والبنزين زادت. الخطوات القليلة في الطرقة القصيرة كأنها ما بتنتهيش. وأخيرا وصلت للأوضة اللي في آخر الطرقة. مفيش حاجة في ركن الأوضة ولا الركن التاني. خدت نفسي، وشي احمر من الكسوف. البارانويا أحرجتني، وأنا مكسوف من نفسي حطيت الباترفلاي في جيبي ولفيت عشان أرجع. لحظتها لمحت حاجة بطرف عيني. في الركن اليمين البعيد ورا مجموعة من الصناديق بقعة مية بتكبر بالراحة على خرسانة الأرضية. أنا مفيش حد قال لي حاجة عن وجود تسريب. نزلت على ركبي وأنا ببص على المية من قريب. المية مش نظيفة ومفيش مصدر واضح للتسريب. غريبة، بقعة المية ابتدت تكبر وتكبر. بصيت على انعكاس الواضح جواها. يا نهار اسود، أنا محتاج أحلق شعري. وشي اتموج لما نقطة مية وقعت من فوق. طبعا بصيت لفوق. مفيش حاجة غير عزل لونه سيلفر وكمرتين خشب. ممكن تكون ماسورة مخرومة. ممكن الموضوع ده يفسر الريحة الغريبة. صوت باب قفل فوق، وبعدين باب البدروم قفل. نطيت وقفت على رجليا، سحبت المطوة من جيبي، وقبل ما أقدر أستوعب أي حاجة الدنيا ضلمت. ضلمة كحل، نوع الضلمة اللي بتخلي كل صوت يبقى كأنه جاي من جنب ودنك، نوع الضلمة اللي بيخليك تشوف أفكارك وهي بتتجسد قدامك. حاولت أطلع تليفوني، للأسف وقع من إيدي اللي بتترعش. نزلت على ركبتي بسرعة وأنا بحسس على الخرسانة الباردة، وأنا بدور عليه، بدور على النور. طول الوقت ريحة الشعر المحروق بتزيد، بتبقى أقوى. مفيش تليفون، مفيش غير خرسانة، مفيش غير صناديق كرتون. الفزع كبر جوا صدري كأنه بالون بيتنفخ وبيهدد قفصي الصدري بالانفجار. اتجمدت، خدت شهيق وبعدين زفير وبعدين شهيق وبعدين زفير. الفزع بطل يكبر، ما زادش، بس في نفس الوقت ما قلش.
كويس، مش مشكلة، أنا أقدر أتعامل بالحالة دي. قفلت عينيا ووقفت. أنا 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 مش عارف أمشي في أنهي اتجاه. مشيت خطوة لقدام وبعدين خطوة تانية قدامي سمعت 7 خطوات سريعة نازلة السلم، وبعدين جسم خبط في ركن الأوضة، وبعدين صمت، وبعدين صوت شيء بيجر نفسه على الأرض كأنه بيقوم يقف. أشعارة باردة زحفت على عمودي الفقري. قبضتي عصرت المطوة. قدامك 3 ثواني. مرة تانية صوتي بيطلع من بين شفايفي وهو مليء الخوف. 3 ثواني عدوا، وبعدين 5، وبعدين 10. مفيش غير صوت أنفاسي المذعورة والصمت. يلا، اللي يحصل يحصل. طلعت أجري وأنا فارد إيدي اللي ماسكة المطوة قدامي. صرخت وأنا بجري أسرع وأسرع لقدام لحد ما رجلي اتشنكلت في أول درجة في السلم. وقعت، لبست في درجة تانية بدقني. طول الوقت كنت بحرك إيدي بالمطوة يمين وشمال زي المجنون. فجأة النور رجع تاني. ضيقت عينيا عشان تتكيف مع الضوء المفاجئ. كنت واقع على ظهري قدام السلم، ما كانش في حد. بصيت لفوق على السلم، مفيش. بصيت لتحت على الطرقة، معرفتش اخد نفسي. في نص الأوضة الواسعة اللي في آخر الطرقة، حامل الملابس كان موجود. كان مربوط في بعضه بسلك ومتمسمر بمسامير كتير.